هاي صراحة ما بتركب بعقل مجنون إنه صبية منا مراهقة ولا طفلة تطلع تزور فنان نص الليل بغرفته بأوتيل زيارة عادية. يعني شو يا حياتي، طالعة تاخدي انت وياه زهورات للمغص ولا تلعبوا فتة ورق؟ يعني ما عم بفهم. وخاصة انه فنان كتير مشهور، وهو قد ما هو طيب اعترف بوقتها انه كان عم يتعاطى. يعني ما بعتقد كان عم يتعاطى وحده، اللي طالعة تقعد بغرفة واحد عم يتعاطى اكيد عم تتعاطى معه. انا برأيي قصة سعد المجرد هي قصة مفبركة له. لإلكن ليه؟ اليوم هيدي الصبية عرض عليها سعد المجرد مبلغ وقدره لحتى تقبل تتنازل عن القضية، فما تنازلت، مع العلم انه انا اذا بترجع لي هو لازم يرفع عليها دعوة دعارة. شو عم تعمل الساعة 12 بالليل عند فنان مشهور قال لك عم بشم ويزيح؟ شو يا عم تزيحي معه يا طالعة تعملي لك ماتش سوسات؟ يعني معلش ما بدها مستحى. بس الوقاحة وين؟ انه هي ترفض. نحن بمجتمعاتنا بغض النظر عن الليفل مباح للرجل غير اللي مباح للمرأة. اوكي، لما هي فرنسية يعني غربية رايحة لعنده بإجريها، شو رايحة تساوميه على مبلغ؟ ما عجبك قلت بفل قام صفقك واحد؟ ما بفهم. ليكو أنا دايما بحكي كلمة الحق. لما المرأة بيكون معها حق بمسح الأرض بالرجال. لما تكون المرأة غلطانة أنا بقول أنا غلطانة وهيدي البنت غلطانة وعم تأذي وقاصدة الأذية. أنا برأيي شفت سعد المجرد كبرت شعبيته وبعد اللي عم يمرق فيه، أنا بدي شد على إيد مرته اللي واقفة حده، لأنه مقتنعة أنه هيدا الشخص لو غلط بيوم من الأيام قال أني غلطت وقال أنه أنا بدي أدفع. أنا يا أختي عم قلك تعي خدي مصاري بعد 6 سنين، مش لحتى ما تجي علي تهمة. أنا بعتقد لا، لأنه آدمي إنه خلص خلصيني، ما بدي فوت بهالمشاكل، ما بدي فوت بمحاكم. خاصة إنه بالدول الغربية مثل فرنسا وإيطاليا وهالدول وأستراليا وهي الدول الغربية حقوق المرأة عندهم قبل ب100 مرة من حقوق الرجل. يعني مثلا المرأة أولا لو هي غلطانة بدك تعتذر لها. هلا في نسوان بتستاهل، بس في نسوان بدها ضرب صرامة وبتفتعل مشكل لحتى تأذي جوزها. فمشان هيك أنا لا، أكيد ضد اللي صار، ضد هيدا الحكم بالمطلق. لا، حرام انه ينحبس ونأذيه ونقضي له عشورته كرمال شقفة شرشوحة. ايه اكيد هيدي شرشوحة، هيدي كانت طالعة لعنده تعمل اللي لازم تعمله بوقتها. ومشان هيك انا عم صور هيدا الفيديو اليوم لإلكم انه انا مع سعد المجرد وضد هيدي الفتاة، لانه هي ارخص من 400,000 دولار بكتير. كتار على رقبتها هودي، هيدي سقفة فرنجين. انسوا، المرأة رخيصة هي المرأة اللي بتحاول. انت باجريك طلعتي لعنده بعدين بدك تتشكي عليه. عم تستغلي انسان انا بشوفه كتير محترم رغم كل هالازمه اللي عم يمرق فيها، بعده قادر يوقف على اجريه. كيب جوينج سعد، انا اكيده الله رح يفرج عليك. انا اكيده انه انت رح تطلع من هالازمه منتصر باذن الله تعالى.